هنعمل الفينو بتاع المخابز. اللي ما يعرفنيش او لسه اول مره يتابعني، انا ريهام. هنعمل النهارده مع بعض الفينو بتاع الفرن بسر اللون بتاعه ده. طبعا كلنا لما كنا بنعمله قبل كده كنا بنحط على الوش بندهنه بيض، وبيطلع مش نفس الشكل بتاع بره. انا النهارده جبت لكم السر من الراجل بتاع الفرن ذات نفسه. بصوا الرغيف ده كان سخن ودهنته كده بالنوتيلا وحاجة كده يا جماعة، والله ما شاء الله. يعني الفينو طلع معايا تحفة والنتيجة أبهرتني الصراحة. هنبتدي مع بعض دلوقتي نقول المقادير. هنجيب البولة بتاعة العجان، وممكن تعجني على ايدك عادي خالص. معانا معلقة كبيرة من الخميرة أو اللي هو الكيس، تمام. ربع معلقة من البيكنج باودر، ربع كوباية مية دافية، ومعانا معلقة كبيرة من الخل، تمام. وهنحط معلقتين كبار من السكر. ده في الأول احنا معانا بالظبط هناخد 3 معالق كبار من السكر، بس هنحط معلقتين الأول مع الخميرة كده، ودي معلقة الخل الكبيرة، وهنقلبهم مع بعض لحد ما يتجانسوا، تمام. هنسيبهم شوية لحد ما نختبر كده ونشوف الخميرة بتاعتنا والتفاعل بتاعها يعني مظبوطة ولا لأ. هنا هي تمام زي الفل. هنبتدي ننزل عليها بالدقيق. معانا كيلو دقيق. أنا أول مرة أجرب الدقيق بتاع القصر ده، وصراحة نتيجته عجبتني جدا، تمام. حطينا الكيلو بالظبط، وبعدين هحط معلقة السكر التانية، وهنرجع نحطها في العجان. انا هنا دلوقتي هزود كوباية مية، كوباية من المية الدافية. احنا استخدمنا كل المية اللي استخدمناها 2.5 كوباية، تمام. ممكن الدقيق بتاعك ياخد اقل او اكتر، انتي بتضيفي حبة حبة كده، تمام. هنا هنشغل العجان ونعجن العجينة كويس، تمام. واحنا شغالين في العجن كده هننزل بقية المية بالراحة، ومعانا كمان ربع كوباية من الزيت، تمام. صراحة الدقيق عجبني. انا بستخدم اصلا دي ربع كوباية الزيت اهي بحطها. انا بستخدم اصلا في الدقيق بتاعي الكوثر او الضحى. بصوا العجينة بتلزق كده، مش مهم، المهم هتطلع معانا حلوة وزي الفل. بصوا العجينة طرية ازاي بعد ما اتعجنت، تحفة. هدهن البولة بتاعة العجان زيت، وهدهن وش العجينة برضو زيت، واحطها فيها ونسيبها تخمر. هتاخد من ساعة لساعة الا ربع، تمام، تخمر. بصوا بقى منظر العجينة وهي بتنزل كده من البولة بتاعة العجان.